مجرى مباريات اللقاء بمنتهى الامانه. لو كان النادي الاهلي نزل بنفس التشكيل الشوط الثاني كنا هنشوف الاهلي في ال 18 والسيراميكا هتحرز اهداف وهتضيع فرص كتيره زي اللي عملتها في الشوط الاول وكلنا قعدنا على اعصابنا. لكن كولر بمنتهى منتهى الحرفيه والتكنيك العالي جدا سحب كوكا ونزل قفشه. التغيير ده هو اللي حول مجرى مباريات اللقاء بمنتهى الامانه. والله يا جماعه يعني انا على قدي، بس هو التغيير ده اللي خلى النادي الاهلي يبقى له شكل في الملعب وخلى النادي الاهلي يلعب بقى كورته الجميله الروعه الشوط الثاني ويطلع يوسف ايمن. الراجل لسه جاي، الراجل يعني لسه ما خدش سنس او احساس لقاءات النادي الاهلي وقد ايه بيبقى فيه حساسيه وقد ايه النادي الاهلي بيجي عليه لاعيبه بيبقى الدنيا فاضيه ورا خط هجوم النادي الاهلي فبيجوا بيجوا بسرعه بيلعبوا على اللعبه دي. فلسه الراجل يوسف ايمن ده ما خدش على طريقه لعب الفرق المصريه قدام النادي الاهلي. فمره ومره كده، مره في مره او مباراه في مباراه، الراجل هيفهم وهياخد على طريقه لعب النادي الاهلي في الدوري المصري وان شاء الله هيبقى اضافه قويه جدا لخط دفاع النادي الاهلي. خالد عبد الفتاح سد الحته دي. خالد عبد الفتاح عارف هو بيعمل ايه لان طبعا بيمارس الدوري المصري كذا سنه والنادي الاهلي جايبه من الدوري المصري. اما يوسف ايمن جاي ان شاء الله، ما تستعجلوش عليه يا جماعه. ده اسطوبر رائع جدا بس ان شاء الله يعني مع المباريات ان شاء الله كولر يديله مباراه والثانيه هيرجع يوسف ايمن اللي كلنا شفناه في قطر. والراجل جاي من الدوري القطري، دوري قوي جدا برضه. يعني واحده ان شاء الله باذن الله هيبقى اضافه قويه جدا للنادي الاهلي. لكن الصوره جميله جدا في الشوط الثاني، الصوره روعه، الصوره شيقه. شفنا الاهلي، شفنا اللعب، شفنا الوان تاتش، شفنا الهدف الرابع، اروع اهداف الدوري من قبل ما يلعب. انا بقول لكم مروان عطيه استلمها من الشناوي، مروان عطيه دخل على قلب الملعب ونص الملعب وبصاها لاكرم واكرم اداها لوسام ووسام اداها لقفشه وقفشه. منتهى الروعه. هدف عالمي عشان حسين الشحات يسجل اروع اهداف الدوري الممتاز من قبل ما يلعب. جمله تكتيكيه روعه. طابلوه عملوا لاعبي النادي الاهلي المره دي بقى في هذا الهدف. هدف جميل جدا. يعني المباراه فيها 7 اهداف، ده كان الهدف الوحيد اللي كيفني بصراحه، كيفني بمعنى كلمه كيفني حرفيا. هدف حسين الشحات ده الرابع طبعا ده ما يقلش من جمال ال5 اهداف او ال4 اهداف التانيين، انما الهدف ده بالذات تحس ان هو كده في ريحه الجيل ان هو جيل ابو تريكه وجيل متعب وفلافيو وسام كده وهو بيخط من على الكوره عشان يسيبها لامام عاشور، وامام عاشور هو بيحطها كده قدام حسين الشحات اللي ما وقفهاش وهي جايه عارفه مكانها الكوره فين، في الشبكه في الزاويه اللي هناك يمين بسام. هدف روعه. خلينا نفرح فرقتنا جايه يا جماعه، فرقتنا هتنيم افريقيا من المغرب. عشان تكونوا في الميعاد وعارفين الاهلي هيقفل اللعبه السنه دي وهينيم افريقيا من المغرب وخدوها مني وانا بقول اهو، وبكره تشوفوا. وان شاء الله باذن الله الاهلي هيبقى اقوى من مباراة سيراميكا كمان بإذن الله مع تدعيم صفوف النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله. من نجاح لنجاح يا أهلي، وعايزينك على كده، عايزينك بس يا ريت كولر يلعب شوية على المنطقة الدفاعية. عايزين خط دفاع النادي الأهلي حديد، مش عايزين شبكة النادي الأهلي تتهز كتير في اللقاءات القادمه باذن الله. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ولحد ما اشوفكم اتمنى يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. وفي النهايه شكرا لكم، السلام عليكم.